انطلق 80 يوم تنين، كل سنة وانتم طيبين. اخباركم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ميعادنا مع انطلاقة 80 يوم تنين وبداية المعمعة والمعركة، وكل سنة وانتم طيبين. المراجعة بدأت. ايه بقى يا دكتور اللي ورا ظهرك ده؟ وايه الشغل بتاعنا الجميل؟ وهنشتغل من ايه؟ وهنعمل ايه؟ ركز معايا في الكام دقيقة دول علشان خاطر تلاقي مراجعتك ان شاء الله مثمرة وشغلها حلو جدا. اولا اتمنى يا رب يكون السنه بتاعتك والعيد بتاعك عدوا على خير، وان شاء الله تعيد السنه الجايه بعيد عني يا دنت، وتكون في الكليه او في المكان اللي انت بتتمناه ان شاء الله يا رب. دي اول حاجه. تاني حاجه، احنا شغلنا بيبقى من كام مصدر يا دكتور في المراجعه؟ احنا شغلنا يا دكتور بيبقى في على مدار المراجعه بيكون من خلال الثلاث مصادر الحلوين دول. اول مصدر معاك كتاب الامتحان، تاني مصدر المذكره القمر المذكره بتاعتنا اللي هي 80 يوم تنين، وكتاب التفوق. طيب هنشتغل منين وازاي؟ اي محاضره يا دكتور هيكون فيها 4 اجزاء. جزء شرح الجزئيه معينه، وليكن دعامه حركه نبات، دعامه انسان، حركه انسان، هرمونات في حاله الغده الدرقيه، لغايه بالظبط 17 واحد. طب باختصار يا دكتور، هتاخد الدعامه والحركه في قد ايه؟ الهرمونات في قد ايه؟ الدعامه والحركه هناخدها على 3 مرات، الهرمونات هتتاخد على مرتين، التكاثر هيتاخد على بالظبط كده 4 محاضرات، المناعه 3، الدي ان ايه 3، الار ان ايه 2. 17 محاضره من ال 24 محاضره بتوعنا. مع دخول المحاضره رقم 18 لحد المحاضره رقم 24 انت دخلت في الفتره بتاعه الشوامل. في النص هنلاقي مرتين في اجازات، مره لعيد القيامه كل سنه وانتم طيبين، ومره لعيد الضحيه كل سنه برضو وانتم طيبين. هيكون في مرتين ليهم الغاءات سواء فيس تو فيس او اونلاين، في محاضره من المحاضرات هتتكنسل. طيب يعني في التوقيت ده احنا عاملين حسابنا في خلال ال 80 يوم ان احنا عندنا 24 محاضره وعندنا في خلالهم الحلول بتاعتنا. طيب في اي مره يا دكتور بيبقى عندنا ايه الاجزاء؟ انت بتقول 4 اجزاء. شرح الجزئيه دي من الالف للياء كما لو كان بتسمعها اول مره. حل على الجزئيه دي من كتاب الامتحان، من التفوق، من المذكره. حلو. الحل في حد ذاته بيبقى ازاي او بتشتغل ازاي؟ من خلال البلان التانية اللي حضرتك لو استلمت الباكج هتلاقيها موجودة معاك. وليكن انت هتشتغل في المحاضرة الاولى، تروح عامل خط كده عند المحاضرة الاولى وتشوف، هتلاقي ان عندك 3 حاجات هتبتدي تحلهم. جزئية دي دعامة والحركة في النبات، هتروح فاتح حضرتك المذكرة بتاعتك، ماسك الجزء بتاع الفيتا كيو اللي هيكون ليه علاقة بالحلول او بالجزئيه بتاعت الحل. هتمسك الجزئيه بتاعت الدعامه والحركه في النبات، تفضل حضرتك تحلها لغايه لما تلاقي العنوان التاني كبس عليك اللي هو الدعامه في الانسان. بس خلاص يبقى انا بحل لغايه دي. مثلا الاختيارات والمقال. طيب كتاب الامتحان هتلاقيني كاتب لك صفحه كام من سؤال كام لسؤال كام، وما تحمرقش، ما تقولش ما خدتش بالي. يعني مثلا صفحه 6 من سؤال 1 ل6، صفحه 17 من 70 ل 85، صفحه 31 السؤال الاول من 9 ل 17، وهكذا. كتاب التفوق وليكن نفس الكلام. الكلام ده ماشي على مدار ال 17 محاضره. طب والمحاضره ال 18 والمحاضره ال 19 الحاجات بتاعتهم فين يا دكتور؟ اهي ال 18 لغايه ال 24 النماذج بتاعت كتاب الامتحان واخده معانا 3 محاضرات، السنوات السابقه واخده معانا محاضرتين، التفوق واخد معانا محاضرتين. تمام. حلو. انا خلصت محاضرتي، اعمل ايه لما اروح البيت؟ لما تروح البيت او لما يخلص معاك الفيديو، قفلت الفيديو لو انت اونلاين، خلصت الجزئيه دي، بتبتدي حضرتك تسترجع المعلومات مع نفسك. اما ممكن عن طريق لو انت فيس تو فيس صوره السبوره، التركات اللي كتبتها ورايا لو انت اونلاين، التركات اللي دي لو كتبتها ورايا وفرغتها برضو لو انت فيس تو فيس. في ناس تقول لك لا انا عن نفسي احب اذاكر من اللي دكتور انطونيوس عامله السنه دي. دكتور انطونيوس عامل السنه دي فيتا ماب جميله جدا، خرائط ذهنيه للمنهج بشكل يفتح النفس، فيها كل المعلومات وفيها كل الحاجات. وادي الخروف انكن، وادي السلمندر، وادي الطفرات. نرجع شويه كده نرجع تلاقي المناعه، نرجع نلاقي شويه نلاقي الغدد، نرجع شويه تاني نلاقي التكاثر، نرجع شويه تاني نلاقي الهرمونات، متنمقه بشكل جميل جدا 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 في الباكج اللي احنا عاملينه. طيب انا احب اذاكر من هنا، واحد تاني يقول لك لا انا احب اذاكر من هنا. ماشي، خلصت، هتعمل ايه بعد كده؟ هتبتدي تحل.
هتحل ازاي؟ تقسم الاجزاء بتاعتك اللي في الواجب بتاعك على 3 ايام ما بين كل محاضرة والتانية. تجمع عدد الاسئلة اللي هنا على عدد الاسئلة اللي هنا على عدد الاسئلة اللي هنا، وتقسم على 3 ايام. لو انت فيس تو فيس يبقى الايام بتاعتك حد واربع او اثنين وخميس، لو انت اونلاين يبقى الايام بتنزل لك سبت وثلاث. المسافه ما بين كل محاضره والتانيه 3 ايام. فرضا طلعوا 90 سؤال، تقسم ال 90 دي على 3، يطلع ان يوميا حضرتك هتحل 30 سؤال. في الاحياء مش في الكيمياء والفيزياء السؤال لا يتعدى معانا من 10 ثواني لدقيقه. 10 ثواني ده لو سهل، 30 ثانية ده لو هو طويل في قرايته، دقيقة دقيقة ونص ده لو هو من النوع الغتت قبل ما حضرتك تبتدي تتخنق منه. احنا ما عندناش خطوات كتير يمكن زي الكيمياء والفيزياء، فده بيخلينا ان ال 30 سؤال دول هيتحلوا تقريبا في قد ايه؟ من ربع ساعة لغاية 45 دقيقة. ربع ساعة ده لو كلهم سهلين، 45 دقيقة لو كلهم صعبين. فهتلاقي نفسك بتنحصر معاك الموضوع في تلت ساعة او مثلا نص ساعة او ساعة الا ربع. بفرضيه ان انا عملت نفس التقسيمه دي في الجيولوجيا. الجيولوجيا بتقسم معانا على مدار اسبوع، لان احنا اسبوعيا بننزل المحاضره في الجيولوجيا. هتلاقي ان يوميا انت بتدي للاحياء من نص ساعه لساعه الا ربع. افرض الواجب شرخ وسحب والدنيا بهوقت، زي مثلا واجب المحاضره ال 12 واجب الآلية بتاعت المناعه، الحلزونه. في ناس عارفه يعني ايه محاضره الحلزونه، واجبها كبير جدا، دخل الواجب لغايه 180 سؤال. ما تتخضش، اهدى. قسم الواجب، تقسم على 3، يبقى يوميا انت هتحل 60 سؤال 60 سؤال 60 سؤال. وبالتالي انت هتلاقي معاك ان يوميا بتقعد من ساعه لربع ساعه. الموضوع فتح شويه لان عدد الاسئله زاد. فهمت؟ الموضوع التقسيم ده هو اللي هيخلي محاضرتك جميلة، هيخليك ما بتراكمش، هيخليك ما بتجيش على حساب اي مادة تانية. اوعى تخبط الواجب كله في ليلة واحدة. ليه؟ هتتخنق، هتضطر ان انت تغش، هتضطر ان انت تسيب، هتغش على كبوت العربية، هتمسك المفكرة الصغننة وتقعد تقرا به دلدل وتلاقي نفسك بتغلط. هتلاقي نفسك المراجعة بتاعتك ما بقتش حلوة. يا دكتور لو سمحت نسمع الكلام عشان تطلع المراجعة معاك حلوة. مفيش حاجة اسمها أقسم مصادر، أنا هقسم الأسئلة لأن المصادر غير بعض عددا وصعوبة. عدد الأسئلة اللي هنا غير اللي هنا غير اللي هنا، صعوبة الأسئلة اللي هنا غير اللي هنا. ده المذاكرة أنا عامل لك عصير كتب محترم، مطلع لك أسئلة من كتب أنت نفسك ما تعرفهاش. أنت بجد في كتب أنت ما تعرفهاش هتحلها جوه المذاكرة. فبالتالي ما ينفعش لا تقسم مصادر ولا تخبط الأحياء في مرة واحدة. هتتخنق. علشان كده طول بالك واسمع كلامي في الجزئية دي إلى أن نصل إلى نهاية المراجعة الجزئية لغاية المحاضرة 17. تلاقيني كتبت هنا من المحاضرة 18 لحد المحاضرة 24 ارجع تاني لخطة المراجعة. لما ترجع لخطة المراجعة تلاقيني قايل لك في المحاضرة 18 هتحل نموذج كام لكام من صفحة كام لكام، وهكذا. محاضرة 22 دور أول كام لدور تاني كام، وهكذا. هتلاقي نفسك ماشي معايا بالبلان دي كلمة بكلمة. اللي استلم منكم الباكج أول ما وصلت له عن طريق الشحن لو هو من محافظة تانية، أول ما وصل عندنا السنتر لو هو فيس تو فيس أو أونلاين، هيلاقي إنه استلم معاه في الباكج 5 حاجات. ال2 بلان اللي أنا بقول عليهم، المذكرة الأولى اللي أنا لسه بستعرضها كنت معاكم، المذكرة الثانية وهي مذكرة الامتحانات السوبر دراجون، 14 امتحان متنقيين على الفرازة، منهم امتحانات أنا اللي مألفها ومنهم امتحانات من كتب تانية بعيدا عن كتاب الامتحان والتفوق، وهدية مجانية للكل. المراجعة اللي ليها علاقة بالجيولوجيا، طبعا في الأول الخرايط بتاعت الجيولوجيا بتاعتنا نفس طريقة الأحياء بالظبط، حاجة تفتح النفس للمذاكرة، ألوان بقى وحاجات جميلة. وبعد كده تلاقي الأسئلة على فصل على جزء. المعادن نازل عليها بالظبط 80 سؤال، الصخور نازل عليها 80 سؤال، الفصل الأول تركيب الأرض نفس الكلام، وهكذا. دكتور طب بالنسبة للمذكرة دي إيه اللي فيها؟ بقول لك 14 امتحان، تلاقيهم متقسمين إزاي؟ دعامة حركة هرمونات، بعد كده دعامة حركة وهرمونات، تكاثر، بعد كده من الدعامة للتكاثر،
مناعه، بعد كده مثلا من الدعامه لغايه المناعه دي ان ايه، بس دي ان ايه وار ان ايه، شامل المنهج كله، عليه 4 بروفات. هينزل لك التصحيح بتاعهم بعد نهايه كل فصل. يعني بعد الحته دي حضرتك المفروض بتكون بتحل السوبر دراجون الاول، ينزل لك تصحيحه. بعد الحته دي حضرتك بتكون بتحل السوبر دراجون الثاني، ينزل لك تصحيحه. وبعديهم قبل ما تدخل لهنا هتكون بتحل الدعامه والحركه والهرمونات، ينزل لك تصحيح بتاعه. بعد ما تخلص الحته دي التكاثر، ينزل لك تصحيحه. بعد كده من الدعامه للتكاثر، بعد كده المناعه لوحده بعد ما تخلص الحته دي، بعد كده من الدعامه للمناعه، بعد كده الدي ان ايه بعد ما تخلص دول، بعد كده الدي ان ايه والار ان ايه. بعد كده نبتدي نتدرب على الشوامل وابتدي امتحنك الامتحانات البروفات. هل ده معناه ان احنا مش هننزل ايام جمعه ونمتحن مع بعض بشكل ورقي وبابل شيت؟ لا طبعا، لازم هتتدرب على الاجزاء دي، لازم هيتنبه لك على ايام في النص تنزل فيها. طب والاسترشاد يا دكتور ما جبتش سيرته؟ يعني اسبوعيا سيتم حل نموذجين استرشاديين من نماذج 2025 2026. اسبوعيا هينزل لك 2 استرشادي. ده ليه؟ ده ان العدد الاسترشادي هائل. السنه اللي فاتت بس نزل 12، والحين تصوير ميعاد الفيديو نزل 4 في 2026. ده غير السنوات السابقه. اسبوعيا هنلعب ماتش ودي مع الوزاره، نفهم الوزاره بتفكر ازاي. هو الهدف من الماتش الودي ايه يا حبيبي؟ انك تعرف دماغ الخصم اللي بتلعبه ايه، مش انك تكسب. يا سلام، كذا حد بيكسب ماتشات وديه ويجي في كاس العالم يتوكس. انت عندك كاس عالم مهم يوم 15/7 مع امتحان الاحياء. افهم دماغ الخصم اللي انت رايح تلعبه، الوزاره بتنزل اسئله ازاي، وانا المدرب اللي هدربك في خلال ال80 يوم على الحوار ده. اهم حاجه تسمع الكلام وتمشي على التقسيمه بتاعت الواجب تمام التمام. اسف لو طولت عليكم، ولكن اللي هيبدا على ارض صلبه صدقوني هيروح داخل وينطلق في المراجعه ما حدش يعرف يوقف. بالعكس ده ممكن يضيف كتاب رابع وكتاب خامس، بس ساعتها نرجع لبعض ونشوف ايه الكتب الحلوه اللي بعيدا عن المصادر دي. كل سنه وانتم طيبين، واتمنى يا رب يكون الفيديو وضح لك اجزاء يعني كبيره بالنسبه للاسئله اللي كانت بتيجي على دماغكم. اتمنى يا رب ان الكل ينطلق والكل يصلي ويدخل الصلاه في حياته ويخليها جزء زي ما هو بيذاكر وبيقسم، زي ما هو يدي وقت لربنا، بحيث ان صدقني ربنا هو اللي بيكمل نقص وتعب كل واحد فيكم. كل سنه وانتم طيبين، وبدات المراجعه، وان شاء الله نتقابل على خير في النهايه في ليالي الامتحانات، ونتودع من ثانويه عامه واتودع كمان منكم. باي باي، اشوفكم على خير، سلام.